عيا يشيت، عيا يقول لهم الجزائر غادي تقسم المغرب الى 4 وبتواطؤ مع الامريكان وكيان الصوص، واتفقت مع الغرف المظلمه وكتلعب الدور الدولي مع الصين وكذا وهذه غطيح. وقال لهم الجزائر مع الصين عرفتي ولا غتولي دوله اخرى في الجزائر، دوله كلها رقميه في الجزائر، كلها غتكون رقميه، غتدخل العصر الرقمي. والله الا قالها لهم بالله، الصين غتدخل الجزائر الى العصر الرقمي، والمغرب غيتقسم على 4. دوله الريف غديها اسرائيل، الدوله ديال الرباط وكذا غديها فرنسا، الدوله ديال اكادير غديها الانجليز، وزعما هذوك البوليساريو غيديو داك الشيء لتحت معاهم هما زعما. اقسم بالله ما كان، والله ما كانت تفلا، والله الا قال هاد الهضره هكا راه هو اللي قال لهم البريكس راه خطه، راه البريكس حنا ما بغيناش ندخلوا، راه درناها خطه باش نورطوا الامارات. جيوير لي ورقه الدخول، جيوير لي ورقه الدخول، دوزي عند الامازيغيه، يلا دوزي عند الامازيغيه دابا، جيب ورقه الدخول تيت سويت. دابا سيمو بوسطون شوف تعطيك المبرر الغياب. دابا الزهلوس قال كانت في العرس، حقا كانت في العرس البارح، واه كانت في العرس، والله الا كانت في العرس بصح. لا حمريه تحياتي، والله ما تواصلت معك، نسيت يا بنت عمي، ماشي نسيت، تشغلت. دابا حنا الناس المهمين تواصل مع الاخت ديالي في اقرب وقت. الله يكبر بك، تحياتي لك وتحياتي للوالد. فين كنا؟ مشى التركيز، كانت واحد الفكره واعره جاتني يا صاحبي. شتي تجي وردي اش كدير، ولكن اختنا عزيزه والله العظيم ما نقدروش نتعصبوا عليها. واحد الفكره كانت جات واعره، اقسم بالله الا واعره، كانت طالعه واحد الكاك كان طالع واحد الكاك واعر. البريكس هذاك محجوبه، احسن محجوبه في العالم، حاضيه معايا محجوب. كما تشوف مرحبا، ورقه الدخول حتى انت، ورقه الدخول دابا. انت ماشي ورقه الدخول، انت راه مصيبه، انت صح عيقتي كاع، ما عرف شحال من سنه ولا ما عرف شي 4 شهور ولا 5 شهور ما بديش. تحياتي كما تشوف. طلال ويو شحال الغائبين جاو اليوم، وي خي طلال تحياتي الحبيب، تحياتي، مرحبا خي طلال مرحبا. كما تشوف جيب باه. ايوا كنا في الامارات، البريكس هذيك. اش قال لهم دابا ملي ما دخلوش للبريكس؟ دابا خصو يبرد الفرفاره، فهمتي؟ دابا راه الشعب الجزائري مفقوس 6 شهور وهما يستناو، ويكون مشحار. الكيدار 31 ومصطفى بوسبير كيقول لهم حنا غندخلوا للبريكس، وانتم يا المراركه باش راح تدخلوا انتم للبريكس؟ باش غادي تدخلوا للبريكس وانتم ما عندكم، والدولي كيسالوا لكم الفلوس وعندكم الكريديات كما كيديروا دابا مع كاس العالم؟ باش غتنظموا كاس العالم وانتم عندكم المديونيه والمزيونيه والمحيونيه والمكيونيه وعندكم كذا والفقر. المهم كيقنعوا الشعب الجزائري بان المروك مشى، ما يقدر لا البريكس لا الكاس العالم لا استزاد. ايوا وبداو يسخنوا في الفرافر، سخن ما كاينش البريكس. اش قال لهم؟ ولكن راه عبقري، عرفتي شنو يتقلب على المبرر دغيا هذاك الليله فتح اللايف. قال لهم انا كنت عارف بان الجزائر ما راحش تدخل، وبانها دارتها خطه وسحبات الملف في اخر لحظه، هي بغات تمشي باش تجي الامارات تدخل، دارت فخ للامارات باش تدخل الامارات وهي تخرج، محشتها الامارات. هاد اللقطه هذه كتفكرني بواحد الاستاذ جامعي كان كيدخل الجامعه هكا الكارطابل، عنده داك الكارطابل، عارف داك الكارطابل ديال الاساتذه الجامعيين. لا دابا ولاو كيهزوا الكارطابل هكا وكيعمروه بزاف د الوراق والكتب وكذا والاطاريح الماستر والدكتوراه. تحياتي الاساتذه الجامعيين، خاصه الاستاذ ديالي السي عبد الهادي، تحياتي. شوف داك كيهز هكا كيدخل لافا بحال كاماريرو، بحال ديال القهوه، كيدخل هكا قصيور هكذا. واحد الاستاذ الشيخ قديم بحال مول القهوه، خير ماشي مول القهوه، بحال الكارسون ديال القهوه،
هكا كيهز المحفظه. ما علينا الاخوان، تعطلنا. اعتذر، كان عندي واحد الالتزام مع ونص، دابا غادي ننسحب. ضحكنا والله العظيم الا شبعنا ضحك. اش بان لكم؟ قمه ديال الطوب ديال السعاده. انا سعيد ابرنص وسئتنا. اختي اسوم الله يكبر بك، اب موروكو شكرا بزاف، فيصل بوست الله يحفظك، لاله رشيده الله ينصرك، ماريا الغزاله تحياتي لك، دلتا قاهر الكراغله، العز المغرب، بطله الحبيب تحياتي المغرب، فريده. احنا ما دخلناش عصر الانترنت، لم ندخل بعد عصر الانترنت. عصر الانترنت ماناش متحكمين في ابجدياته، ماناش متحكمين يا جماعه. هذا هو اللي كيهضر، ها هو عرفتوه. انا غنقول لكم اللي ما كيعرفوش، انا غنشوف شنو كيقول دابا. سمعوني شنو كيقول. فهمتوا على قلنا لكم احنا ما دخلناش عصر الانترنت، لم ندخل بعد عصر الانترنت. عصر الانترنت ماناش متحكمين في ابجدياته، ماناش متحكمين يا جماعه. فهمت؟ ماناش متحكمين في ابجديات الانترنت، والعالم راهو يخرج من الانترنت خلاص. راح ندخلوا الانترنت الفضائيه ولا ما نعرف اسمها، الانترنت الجديده هذه اللي راح يجبدوها، وحنا مازلنا حاصلين في السيت. مازال حاصلين في السيت. هذا اكبر مشيت للنظام الجزائري، اكبر سباغ واكبر شيات واكبر لحاس للنظام الجزائري. في لحظه صفاء ذهني يعترف امام المبردعين من اتباعه على ان الجزائر القوه الضاربه، القوه الاقليميه، جزائر التوازنات الدوليه، جزائر التي تلعب لعبه الغرف المظلمه، جزائر التي تلعب لعبه اسقاط الصين. فرع لهم الراس الجزائريين، سقوط الصين في الجزائر، سقوط الصين في الجزائر. اننا نلعب لعبه الجن ما يعرفهاش. يا راح نقول لكم يا جدكم المروك رانا نديروا له خطه الجن ما يعرفهاش. احنا يا خو الجزائر العقليه اللي راه تلعب التوازنات الدوليه مع الغرف المظلمه، واللعبه ديال روسيا تمشي للهند، والهند تلعب مع جنوب افريقيا، ومالي تدابز مع النيجر، والمغرب ينخرط مع اسرائيل، وتوسع الجزائر باش تسقط الصين في الجزائر. هاد العبقريه الجزائريه اللي لعبه على المستوى الدولي، وغطيح الصين في الجزائر، وغتهبط روسيا في الكون، وغتطلع المغرب لا، وغتقسم المغرب فتاتا. قال لهم غتقسم المغرب الى 4 دول. هاد الجزائر هادي يا امير دي زيد يا بن عمي، فين كنتي علاش تعطلتي؟ فين كنتي؟ هاد الجزائر القوة الضاربة يا امير دي زيد يا بن عمي، اللي كتطيح الصين في الجزائر بخطورة عبقرية لا يشهد لها مثيل. الآن كيقول لهم مازال ما دخلاتش العصر نتاع الانترنت. بغيت نعرف أنا هذه الدولة القارة اللي كتلعب هذه الخطط العالمية والعبقرية الدولية مع الأمريكان وبايدن والروس والصين. الصين ملي غتطيح في الجزائر باش غتلعب معك في الجزائر؟ أقزع بنو كنزع، وانت مازال ما دخلتي عصر الانترنت. غادي يجيو تما يلعبوا معاك مزرق فن. الصينيين غادي يجيو واش غيديروا تما الا ما كانش الانترنت؟ شنو غدير تما الصين وانت عامين وانت تبردع في الشعب الجزائري، عامين وانت تقول لهم عنده واحد الكونت في التيك توك كيسميوه الداهيه، استشرافات المستقبل الداهية، خصني نيجي يتوقع فرتكة المغرب على 4 وإسقاط الصين في الجزائر. ومن اللي غتجي الصين للجزائر؟ راه جات الصين للجزائر، سقطت الصين في الجزائر ووجدت عصر ابني ليا في نصلي.
ابني ليا باش ننافس المروك. اش يكون هاد الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه، اش يكون هاد المروك هذا على الملك ديالهم الراحل الله يرحمه ودار لهم اكبر مسجد واوعر مسجد. علاش فتح وجايبين الصين يبنيو لهم فين يصليو يا جدك باش يزوخوا ويفوحوا؟ هاو شنو جات الصين دير عندكم؟ تبني لكم السكنيات فين تسكنوا. الصين غتجي غتخدم لك الانترنت وغدير لك تما السيليكون فالي. ها غدير لك تما الصين غدير لك تما مدينه سميتها ديك ديال السعوديه الهيثوم ولا الهيوم ولا الفيوم ولا سميتها هذيك المدينه ديال السعوديه اللي غتكون كاع بوحدها نيو. غتجي الصين دير لك النيو وانت مازال ما دخلتي عصر الانترنت. اخوتي الجزائريين مع كامل الاسى والاسف اتحسر للمستوى ديال التحومير وديال التبرديع اللي وصلتوا له مع هذا النوع البشري.